اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. فيديو جديد ويوم جديد، ولا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم طبعا الفيديو ده بقى في الشارع اهو. تمام، رايحين فين كده؟ مش عارفه رايحين فين رايحين فين. الولاد بيجروا كده على مين بالفرحه دي والسعاده وكل حاجه. رايحين عند ماما. تمام، يعني كنا رايحين مشوار كده متفقين عليه. ورحت هناك حصلت كوارث بقى. كنت رايحه اليوم ده لان كان ده يوم 11/8، وطبعا يوم 11/8 ده يوم مش عادي. يوم كده لازم كلنا وكل مصر تحتفل بيه، علشان ده يوم عيد ميلاد مامتي. تمام، يعني ايه يوم عيد ميلاد مامتي؟ لازم كلنا في الكومنتات بقى ننزل تحت نقول لها كل سنه وانت طيبه يا حاجه. هنا بقى كنا وصلنا عند البيت. بص بقى الولاد خالهم بيرازي فيهم من فوق في البلكونه، ويحدف لهم المفتاح وكده علشان طبعا ايه يفتحوا ويطلعوا. لازما كالعاده يعني ان انا ببقى ورا خالص وهم في اخر الشارع، يعني البيت في اخر الشارع، فهم لازما يكونوا في المقدمه. يا هما الاتنين بيسابقوا بعض مين يلحق الاول ياخد المفتاح، مين يلحق يطلع يسلم. بصوا بيجروا ورا بعض حتى على السلم وكده. فتحنا بقى ووصلنا ودخلنا وكده. هصور لكم بصوا كل حاجه جوه في الفيديو ده شيقه وممتعه. الفيديوهات الحاجات دي بحب احتفظ بيها، بنزلها على القناه. ليه؟ بص بقى، اول حاجه رحت لقيت مامتي في المطبخ. يوم عيد ميلادها واقفه في المطبخ، ما اعرفش ليه. المفروض اليوم ده تكون مرتاحه. رحت لقيتها بقى عامله حفله. هي اصلا يعني يعني هي كانت عارفه ان انا رايحه، بس ما كانتش عارفه تقريبا ان انا رايحه بدري، وما كانوش عارفين ان انا رايحه على غدا وكده. فالحمد لله، يعني ربنا يجعله دايما عامر، وربنا يجعله دايما مفتوح بحسك يا ست الكل، وربنا يخليكي لينا. بص بقى، كان يومها بقى كان عيد ميلاد مامتي زي ما قلت لكم. بص بقى مامتي كانت عامله ايه. كانت عامله محشي بقى مشكل من كل حاجه. هي كانت صراحه يعني الحاجات دي كانت في حاجات عندها في التلاجة من الاول متفرزه، وفي حاجات ايه دي فراخ مشويه للي ما بياكلش الحاجات التانية اللي الفشه والكوارع والحاجات دي. كانت اليوم ده كانت عامله بقى لما ولادها حواليها كده، وعامله لهم وليمه بقى. ما هو من النادر لما احنا بنتجمع دلوقتي مش زي الاول يعني. فتلاقي بقى الام لما يعني من النادر لما بتجمع ولادها كده مع بعض ويقعدوا حواليها وكده، دايما بتحاول تعوضهم اللي كانوا يعني ايه وهم صغيرين كانت بتعمل كده، وتعمل لهم كل اللي واحد نفسه في حاجه كانت بتعملها. هي بتعمل كده بالظبط. طبعا انا قلت لكم بقى كان عيد ميلاد مامتي، فانا قلت بقى ايه ادخل عليها بهديه قيم. بصوا مالكوش دعوه بالكيس خالص. انا يعني ايه بحبش امشي في الشارع بباكت وكلام من ده. وطبعا يعني بداري بقى على شمعتك تقيد والحاجات دي عشان ما حدش يشوف لك فيها. هو انا ماشيه بالمبدأ ده دلوقتي. لا والله بجد، انا كنت في المكتبه اصلا رايحه اجيب كتاب عديل بتاع الدين. تمام، وبعدين انا كده كده كنت عارفه. كنت طالبه لماما حاجه تانية من على النت، بس طبعا ايه ما توفقتش فيها، يعني ما جاتش في الوقت اللي انا عايزاه. وفي نفس الوقت اختلفنا على حاجات كده. فالمهم يعني لقيتها مش كمان مش كويسه. فالمهم رحت رايحه بقى، هقول لكم جبت لها ازايز ميه عشان لما تيجي تخرج رايحه للدكتور او رايحه لحته تاخد ازازه الميه معاها. واول حاجه جبت لها شنطه كبيره شويه، علشان طبعا ماما ما عندهاش يعني عندها الشنطه الكبيره بتاعتها بس الشنطه نفسها. فعايزه خروج يعني خروجه كلاسيك اللي هو لا، يعني عايزه خروجه مثلا اللي هو ايه فرح مناسبه تروح بيها مشوار مثلا كده، فاهم؟ انما مشوار دكتور مشوار هنا لا، ما عندهاش شنطه. فانا بحب اجيب لها الحاجه اللي هي ايه اللي تستفاد بيها اكتر يعني. المهم ان احنا جبنا الشنطه الحلوه دي. تمام، تمشي على اي حاجه ومناسبه لاي عبايه او اسدال كمان او اي حاجه رايحه مشوار قريب مشوار بعيد حلوه. المهم قلت بقى نجيبها لها كروس، بحيث ان انا اصلا دلوقتي بحب الشنط الكروس. ليه بقى؟ لان طبعا لو بطلع ورقه بكتب حاجه كلام من ده بحطها على رقبتي وخلاص. فجبتها لها بقى دي واسعه من جوه تشيل بقى ازازه الميه. وجبت لها دبابيس شعر عشان لما بتيجي عندي دبابيس الشعر بتاعتها بتقع عندي، والدبابيس بتاعت الطرحه بتاعتها بتقع عندي. تمام، وجبت لها ايه تاني؟ جبت لها كريم وش وكريم شعر، حاجات اللي هي بتستخدمها وبتستفاد بيها. تمام، برضه ما حبيتش اجيب حاجات يعني انا طبعا مامتي فعارفه الناقص ايه يعني، وعارفه كده يعني، عارفه خباياها كلها ايه. بس فقلت بقى ايه اجيبها لها واجيب ازازه الميه علشان تحطها، وبعدين لما بتيجي عندي تحط بقى فيها علاجها وتحط فيها حاجتها وتستخدمها بقى وتروح وتيجي بيها. بس بصوا بقى هنا بقى مامتي كانت عامله كوارع